لمّا باغني أو بأنشد فتزول التأتأة تمامًا يعني سبحان الله. سبحان سبحان الله، الله. وهو ما يبدر إلى الذهن عندما نسمع مشكلة التأتأة. نعم، أول مشكلة هي الكلام وبالتالي التنفس، فما بالك صح، في الغناء ربما يبدو أصعب. خلينا إذا في هذه الحالة سمعنا صح. شيء من أناشيدك بصوتك الجميل اللي سمعناه قبل قليل. الله يخليك يا رب. تسلم. بسم الله. أيقنت أن الله يجبر خاطري لما بكيت ولم أجد إلا هو، ناديت والمحراب يحضن أدمعي، الله يا الله يا الله، إن لم تكن قربي وترحم خافقي، من لي سواك يغيثني رباه، هذه دموع التوب يذرف حرها، ورضيت ربي كيف لا أرضاه، ورضيت ربي كيف لا أرضاه. هي طبعًا الأنشودة هي الشيخ منصور السالمي، يعني هي وليست إلي. وكيف جميل تتأتأ أنشد. وأنت تصدح بتسابيح فيها رائع. اسم الجلالة؟ سبحان الله. رائع ما شاء الله عليك فادي. يعني أنت ذكرت هذا العديد الشكر. من التحديات التي واجهتها في الحياة. حدثنا عن صح. الانتقال، عن الغربة، هذه أيضا واحدة من التحديات الكبيرة التي واجهتها، وكيف كان لها دور فعال في صقل هذه الموهبة وفي إخراجها للعلن؟ صح صح تمامًا. يعني هو بالنسبة للتهجير اللي صار يعني هو علينا، يعني هو كان أقسى من الغربة. يعني هو ما في أبشع أو يعني ما في أصعب من الواحد لمّا يطلع يعني غصب عنه من بلده.